حكايتنا بتبدأ في مطار كوريا الجنوبية، وبنشوف عالم الفيروسات سياكو وهو في المطار وبيسأل المضيفة الأرضية عن الرحلة اللي فيها أكبر عدد من الركاب. وبتستغرب المضيفة من سؤاله ومش بتجاوبه لأنها بتكون معلومات سرية. ووقتها بيسيبها سياكو وهو متعصب وبيدخل للحمام وبيعمل في جسمه جرح وبيحقن جواه كبسولة فيها فيروس معين، وبعدها بيخيط جرحه. وفي الأثناء دي بيلاقي إن في بنت صغيرة اسمها سومين شافته وهو بيزرع الفيروس جواه، ولما بيحاول يعرف هي مين بيجي باباها بارك وبياخدها قبل ما سيوك يكلمها. وبنروح للظابط هيو وبيبلغوا زمايله إن في بلاغ وصل من مجموعة أطفال عن فيديو انتشر على الإنترنت لشخص بيعلن فيه إنه هينفذ هجوم إرهابي على رحلة جوية النهاردة، وبيبلغوه إنهم يعرفوا الشخص ده. وبيقرر هيو إنه يروح ويسأل الأطفال عن المعلومات اللي يعرفوها، وده لأن الشخص اللي ظهر في الفيديو كانت صورة وشه مش واضحة. وفي المطار بيسأل سيوك بارك وسومين هما مسافرين فين، بس هما بيبصوا له باستغراب ومش بيرد عليه. ووقتها بيعرف سيوك من التيكت الموجود على الشنطة بتاعتهم إنهم رايحين لهاواي في أمريكا. وبيتضايق جدا بارك من سيوك لأنه متطفل وما عندوش ذوق وبيتخانق معاه. وبيروح سيوك بعدها وبيحجز تذكرة طيران على رحلة هاواي، ودي نفس الرحلة اللي فيها بارك وبنته. وأثناء التفتيش في المطار بيلاقوا معاه جهاز معدن شكله غريب، لكن سيوك بيقدر إنه يقنعهم إنه جهاز تنفس مش أكتر. وبيوصل هيو للأطفال أصحاب البلاغ واللي بيعرفوه إن الشخص اللي ظهر في الفيديو ده هو سيوك جارهم، وبيقولوا له على مكان شقته. ولما بيوصل هو وفريقه على الشقة بيلاقي إن ريحتها صعبة جدا، ولما بيدخلوها بيتصدموا لما بيعرفوا إن مصدر الريحة دي هي جثة متحللة ومربوطة بشكل مرعب. ومن خلال تقرير الطب الشرعي بيعرف هيو إن الشخص ده مات نتيجة حقنه بفيروس معين بيتسبب في انفجار الأوعية الدموية وبيموت المصاب بعدها. وبيلاقي هيو كمان إن في فيديو لعدد كبير من الفئران بيتم عليهم تجارب باستخدام نفس نوع الفيروس اللي ماتت به الجثة. وبيكلم هيو مراته واللي بيبقى المفروض إنه هيسافر معاها، لكن حالة الطوارئ اللي عنده في الشغل منعته. وبنكتشف إنها مسافرة لهاواي ودي نفس الرحلة اللي عليها سيوك. وبيدخل سيوك للحمام وبيخرج من جسمه كبسولة الفيروس وبيركبها في جهاز التنفس اللي معاه واللي بيستخدمه زي البخاخة، وبيرش بيه الفيروس في حمام الطيارة. وبيكون سيوك مغطي وشه كويس علشان ما يتعديش. ولما بيخرج من الحمام بيلاقي سومين واقفة، فبيقول لها حاجة في ودنها وبيمشي، وبيظهر على سومين الرعب بعدها. وبيشوف بارك فيديو التهديد المنتشر على النت وبيقدر إنه يتعرف على سيوك لأنه اتكلم معاه يومها عن قرب. وبيروح وبيوري المضيفات الفيديو، لكنهم مش بيبقوا قادرين يحددوا إذا كان فعلا ده سيوك ولا لأ. وبتأكد لهم سومين إنه فعلا سيوك، وإنه قال لها في ودنها إن كل ركاب الطيارة هيموتوا النهاردة. وبتحاول المضيفة إنها تتأكد من هوية سيوك، لكنه بيرفض يجاوبها وبيقول لها إنه مجرد عالم رايح يحضر مؤتمر مش أكتر. وبيروح هيو على المطار وبيكتشف إن سيوك موجود على نفس الرحلة اللي موجود عليها مراته. وبيروح للطيارة وبيبدأ أعراض الفيروس يظهر على راكب كان دخل الحمام وشم الفيروس هناك، وبيبدأ بعدها يحصل له انفجار في عينه وبيموت. وبيتخانق بارك مع سيوك وبيتهموا إنه السبب، وبيسمعوا الطيارين في غرفة القيادة فبيروحوا يبعدوهم عن بعض. وبيقدر طيار منهم واللي كان اسمه تشوي إنه يتعرف على بارك، وبيكون واضح إنهم يعرفوا بعض زمان. وبيطلب تشوي من سيوك الهوية بتاعته، لكن سيوك بيرفض يديها له وبيحاول إنه يهرب. وبيمنعوا الركاب، ووقتها بيخرج سيوك من معاه جهاز تنفس وبيرش الفيروس في الطيارة. وبيروح بسرعة تشوي وبيبلغ الكابتن الرئيسي للطيارة باللي حصل، وإن كل الركاب اتصابوا بالفيروس، وإنه هو والطيار التاني اللي معاه مش هيدخلوا غرفة القيادة علشان الكابتن الرئيسي ما يتعديش. وبنشوف الحكومة الكورية واللي بتعرف باللي بيحصل في الطيارة وإصابة الركاب اللي فيها بالفيروس. وبيقترح هيو إنهم يبدأوا يدوروا على مصل للفيروس قبل ما كل الركاب يموتوا. وبتحاول الوزيرة إنها تتواصل مع سيوك عن طريق كابتن تشوي وبتسأله عن اللي هو عايزه في مقابل إنه يديهم المصل بتاع الفيروس، لكنهم بيتفاجئوا إن سيوك بدأ ينزف وبيعرفهم إنه ما صنعش مصل للفيروس وإنه هو كمان هيموت معاهم. وللأسف بيوصل الفيروس لكابتن الطيارة وبيموت. وبتروح المضيفة بسرعة لسيوك علشان تعرف منه الحل للوضع اللي هم فيه، لكن بتلاقي إن سيوك خلاص مات. وبيتقسم ركاب الطيارة لقسمين، القسم الأول هو اللي ظهر عليهم أعراض الفيروس واللي بيبقى عبارة عن بقع حمراء على الجلد، والقسم التاني هم الناس اللي لسه متصابوش. وبيروح بارك مع بنته للقسم الغير مصاب، لكن بيوقفوا واحد من الركاب لأنه بيلاحظ على إيد سومين بقع حمراء، وبيقول له بارك إن بنته مش مصابة ولا حاجة وإن كل الحكاية إنها بتعاني من مرض اسمه الإكزيما. لكن الراكب بينفعل على بارك وبيرفض وجود سومين معاهم لأنه بيبقى خايف إنها تأذيهم. وبتخاف سومين وبتعيط وبتطلب من باباها إنهم يروحوا للجزء التاني ويقعدوا بعيد، وبيضطر بارك إنه يوافق. وبيوصل تشوي على هاواي، لكن بترفض الحكومة الأمريكية هبوط الطيارة على أرضها لحماية مواطنيها، فبيضطر كابتن تشوي إنه يرجع بالطيارة مرة تانية على كوريا.
وبيبدأ يظهر على تشوي أعراض الفيروس، وبيبلغ الحكومة الكورية، وبتقول الوزيرة إن في كابتن سابق موجود على الطيارة يقدر يطلب منه المساعدة. وبنكتشف إن الكابتن ده هو بارك، وإنه انفصل زمان بسبب إنه هبط في مطار بشكل مفاجئ، وده بسبب حدوث عطل مفاجئ في المحرك، وكان مدير المطار وقتها رافض هبوط الطيارة عنده، لكن بارك لحق بوظيفته ونزل في المطار علشان يحمي الركاب. وبيوصل لهيو اتصال من موظفة شركة الأدوية بتعرفه إن في زميل ليها اسمه سونج اتوتر جدا لما سمع بخبر سيوكو الطيارة ومشي من الشغل بشكل مفاجئ، وبيطلب منها هيو عنوان سونج، وفعلا بيروح على هناك وبيشوف سونج وهو بيحاول يهرب لكنه بيطارده هو وزميل ليه، وبدون ما يوصل بيخبط هيو في عربية قدامه وبيعمل حادثة. ولما بيخرج من العربية بيلاقي إن سونج راجع يطمن عليه، وبيحكي لهم سونج إن سيوكي انفصل من الشغل بسبب إن في زمايل ليهم اتصابوا بالفيروس، وإنهم اتهموا سيوك وقتها إن هو السبب وفصلوه. ووقتها اتصل فيه سيوك وطلب منه عينة من الفيروس، وده علشان يستخدمها في إنه يثبت براءته، وفعلا اداها له سونج وما كانش يعرف إنه هيقضي بيها على طيارة كاملة. وبيعرفهم سونج إن في موظفة من اللي اتصابوا في الشركة قدرت إنها تتعالج، فبيطلب منه هيو رقمها علشان يتواصل معاها ويعرف نوع الماسك اللي أخدته. وبعدها بيوصل هيو للدكتورة اللي كانت اتصابت بالفيروس، وبيوريها الورق اللي لقاه في بيت سيوك، وبتعرفه إن نفس نوع الفيروس اللي هي اتصابت بيه، وبيتأكد منها إن العلاج موجود في شركة الأدوية. وبيروح هيو مع الوزيرة واللي بتهدد المسؤولين عن شركة الأدوية إنهم هيتحاكموا في حال إنهم رفضوا يدولهم الماسك، فبيضطر المدير إنه يعلن عن إن الشركة مسؤولة عن علاج كل ركاب الطيارة. وبنروح لتشاي واللي بتكون حالته اتدهورت جدا، وبيساعدوا بارك إنهم يهبطوا في مطار اليابان، لكن الحكومة اليابانية بترفض ده وبتهددهم الطيارات العسكرية إنها تقضي عليهم في حال هبوطهم على أرضهم. وبيعتذر بعدها رئيس اليابان للشعب الكوري وبيقول لهم إن للأسف الفيروس اللي عندهم ملهوش أي علاج لغاية دلوقتي، وبيترعب جدا ركاب الطيارة لما بيعرفوا باللي بيحصل. وبيروح لهيو واللي بيحقن نفسه باللقاح علشان يجرب المصل عليه ويتأكد إذا كان فعلا مناسب للفيروس ولا لأ. وفي كوريا بيتظاهر الشعب وبيكونوا رافضين هبوط الطيارة على أرضهم علشان ما يتعدوش. وبنروح للطيارة وبتبلغ المضيفة بارك إن كل الركاب اللي على الطيارة اتصابوا بالفيروس بما فيهم بنته، وإنهم قرروا إنهم ما يهبطوش بالطيارة ويموتوا لوحدهم أحسن ما يتصاب الشعب الكوري كله. وبيبلغ بارك المسؤولين في كوريا عن قرار الركاب، وبنروح للظابط هيو اللي مش بيأثر فيه المصل وبيموت، لكن بعدها بيرجعوا له النبض من تاني وبيتأكدوا وقتها من فعالية المصل. وبتبلغ الوزيرة القيادة بإنهم يبعتوا رسالة للطيارة يبلغوهم فيها إنهم يهبطوا في مطار سيول، لكنهم بيفشلوا إنهم يتواصلوا مع بارك لأنه بيكون قافل اللاسلكي، فبيبلغوا أهل الركاب إنهم يتواصلوا معاهم ويبلغوهم إنهم يهبطوا بسرعة في المطار وإن فعلا ليهم علاج. وبيوصل الخبر للركاب واللي بيصرخوا وقتها من الفرحة، وبسرعة بيستعد بارك وبيقدر أخيرا إنه يهبط بالطيارة بسلام. وبيعدي وقت وبيروح بارك وبيزور ركاب الطيارة في المستشفى بعد ما تعافوا، وبيقابل هناك هيو واللي بيكون اتصاب بشلل دائم بسبب حقنة الفيروس، وبيشكروا بارك على شجاعته وإن بسببه قدر ينقذ ركاب طيارة كاملة. وبينتهي الفيلم.